السلام عليكم. في الفيديو اللي فات قلت لحضراتكم ان احنا هنعمل خطه كده للعيد ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. تقدروا تشتروا حاجات بسيطه قوي تكونوا محتاجينها وهتنفعكم ايام الاعياد. فتعالوا نشوف النهارده اشترينا مشتريات ايه. نرجع برضو للمهم قوي في الفيديوهات الاخيره اللي انا بعملها، اللي هو موضوع ازاي ان احنا نشتري حاجات كل يوم، بس في نظام تكون ما نخرجش تقريبا عن الليميت. ولو ان طبعا النهارده خرجنا لان جايبين مشتريات كتير شويه. اهلا بيكم في قناتكم بيت سوبر مامي، وده فيديو جديد. ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو اول ما بنزله. رحت فتح الله في حاجات انا شاريها الاعياد زي السلامي ده، يعني بتاع حلواني، حلو جدا ونضيف جدا، ماركه كويسه قوي. هو سعره 350، فدول سعرهم 41. عشان انت مثلا لو مقرره تعملي بيتزا، تعملي فطائر، تعملي فطير، هيبقى محتاجه ان انت سلامي، بدل او ممكن سجق طبعا، يعني اللي انت عايزاه. بس انا جبت السلامي لان هو حلو، يعني طعمه حلو جدا. كمان جبت الجبنه دي اللي هي اسمها ايه، ماينز. بصوا فتح الله عامل حاجه ظريفه قوي، عامل نوعين جبنه مع بعض، واحد بطعم البرجر وواحد بالهالبينو. يعني جبنه الهمبرجر واحد بالهالبينو، فبيعملهم كده مع بعض وكل واحده ليها وزن. فانت تشوفي بقى اللي انت عايزاه، يعني دول مثلا ب 42، فانت تشوفي اللي انت عايزاه، يعني تجيبي النوع اللي انت عايزاه. جبت كمان ملح نور ده، العبوه دي تقريبا 700 جرام، 800 جرام. خلاص مش فاكره سعره الصراحه، هبقى اشوفه لكم يعني. وجبت بتاع ده مستردة ديكسي مايلز. الديكسي مايلز كان عليها سعر حلو جدا، كانت نازله من 37 ل 27 او 26 ونص كمان. فهي منتجات حلوه يعني، ومش مقاطعه طبعا. طيب جبت كمان نوع الدقيق ده. نوع الدقيق ده انا جبته قبل كده، حلو جدا. هو نازل برضو عليه اوفر كبير جدا، يعني ده سعره حاجه و30، 37 او 38 ب 23، فنازل عليه اوفر حلو قوي. جبت كيس لبن بخيره، مش عارفه سعره، هشوفه لكم دلوقتي. بصوا زي ما قلت لكم اللبن سعره 40، تمام. وجبت كمان ازازه خل. خل خل اختفى، ماشي مش مشكله. جبت كمان الشاي ده حلو جدا جدا، قلت لكم انا عليه بجد تحفه قوي، جربوه. على فكره كل منتجات رويال حلوه، كل منتجات رويال حلوه جدا. يعني الخل سوري، الشاي الاسود والشاي اللي هو بالخوخ جبته مرة، طعمه طلع حلو جدا. كمان الايرل جراي طعمه حلو قوي قوي. يعني انا يعني هو طبعا لو قلت لكم فيه 20 باكت، هو كان سعره غالي، هو غالي شويه مش رخيص، هو سعره 42، بس النهارده عليه اوفر في فتح الله سعره 36، تمام. فحلو، او 25 ونص كمان. فانا يعني عجبني قوي ايرل جراي ده. المستردة زي ما قلت لكم ب 31 كمان، تخيلوا المستردة ب 31، لا مش ب 26، حرام. طيب جبنا ايه تاني؟ جبنا خل اللي هو بتاع جاردينيو اهو. ده بعد الاوفرات عليه اوفر برضو يعني هو عامل عليه اوفر، سعره 16، تمام. طيب في ايه تاني؟ نيجي بقى لاهم حاجه اللي هي اخد الصراحه مني يعني مبلغ كبير. جبت الكوبايه دي. بصوا الكوبايه دي لسه منزلها، هو هينزلها بيقول في الاعياد، بس انا قلت له شوفها لي. يعني دي لومينارك وسعرها ب 40، تخيلوا. لومينارك من الحاجات الغاليه، يعني الكوبايه بتبقى معديه 100 و150 واكتر كمان على فكره، فحلوه جدا اهي. بصوا، فقلت اجربها، لو لقيتها حلوه في الماسكه نجيب منها تاني. طيب نيجي بقى لاهم حاجه، نبعد بقى دول. واللبن ب 40، اللي هي البهارات. انا البهارات قلت لكم ان انا يعني فضلت الاسبوع اللي فات كده ماشيه الدنيا واوكي ويلا بينا ومش مهم. لا الاسبوع ده بقى خلاص. هي بقى دي انا عايزه اقول لكم، هي دي ميزه الاسابيع، دي ميزه الاسابيع الكبيره، ان انت بتقدري تعملي تباديل وتوفيق في حاجتك، ما يبقاش كل مره واحده. فجبت بابريكا، انا عندي بس جبت زياده ب 13، وعنده بابريكا مدخنه حلوه جدا جدا يعني. بس انا ما جبتش. وتوم باودر دول ب 10 الكيلو ب 120. وجبت كمان اول مره اجيب السبع بهارات، بس انا كل مره بروح بسالهم على السبع بهارات يقولوا لي شو خديه، موجود. اتاري هم كاتبين عليه بهار مخصوص وانا اللي مش عارفه. هو ريحته حلوه جدا، هنجربه بقى مع بعض. تصدقوا ان كل ده ما جربتش سبع بهارات. الجنزبيل الناعم دول ب 16، هو سعره 380. وجبت
كربونات ب60 يعني. عشان كده جبت والله ربع بس ب15، لان الصراحه انا بجيبها ارخص من كده بكتير، انا بجيبها ب40. يا اما هي غليت، ما احنا برضو خلي بالكم ايه مش عارفين، فماشي الحال تمشين شويه. بس دي لاغراض التنظيف، انما الاغراض ان انا احطها في وصفات، في فلافل، في حاجات زي كده، بجيب بتاعه دريم معبأه ومعبيها في علبه، هبقى اوريها لكم دلوقتي. جبت بصل باودر برضو ب 120، دول ب 15. بس هو التوم اللي ريحته عامله مهرجان. جبت الشطه الخشنه دي برضو بتبقى حلوه قوي، اللي هي فلاك سيدز بيسموها. سعرها كام؟ 160، فدول ب 8 جنيه. تمام. دي البهارات الصراحه اللي كانت ناقصاني، فالبهارات خدت مبلغ لان انا ناقصني كام بهارات كتير. قلت لكم دول بكام؟ السبع بهارات ب 12 جنيه. فحسيت لا ان انا محتاجه لازم بقى خلاص البهارات، هنعمل وصفات في العيد وغير العيد يعني، فانا معتمده على البهارات شويه في اكلي. فعشان كده وبعمل منهم خلطات. بس دي الحاجات اللي انا اشتريتها. طبعا دي تخطت ال 200 اللي احنا قايلينها في اليوم يعني. احنا استلفنا من بكره، احنا كده استلفنا من بكره بس عشان اجيب جبن وحاجات. طب بالنسبه للسلامي ده، انا هشيله زي ما هو في الفريزر عشان اطلعه في الاعياد يعني، مش هيجرى له حاجه لان لسه بدري على العيد. بس كده. ايه تاني؟ طيب بالنسبه بقى للحاجات بتاعتكم دي اللي انتوا هتقدروا تشتروه دلوقتي، آه مثلا دقيق، هتعملوا دقيق، هتجيبوا دقيق، هتجيبوا بتاع زي ما قلت لكم، تشتغلوا في 2 كيلو دقيق وشكرا. يعني احسن لكم والله واوفر وعشان الصحه كمان. تقدروا بقى انتوا مثلا تشتروا شويه خضار دلوقتي لو عاوزين، لو انتوا ناويين تاكلوا خضار في الاعياد يعني. تقدروا تجيبوا رنجة من دلوقتي، مش هيجرى لها حاجة خالص. تلفوها في كيسين 3 وتحطوها في التلاجة، مش هيجرى لها أي حاجة. لأن هي هتبقى أنت مثلا هتستخدميها يوم الوقفة، تستخدميها أول يوم العيد، زي ما أشوفوا أنتوا يعني نظامكم إزاي ماشي. تمام. فدي المشتريات اللي احنا اشتريناها. وممكن أنا بكرة مثلا أقعد بقى إيه، ما أجيبش حاجة مثلا، أو أجيب حاجة ب100. جبت طبق مشروم، مش مشكلة، دخلته التلاجة سعره 55. تمام. هنضفه دلوقتي لانه الصراحة مش قوي يعني، مش طازة قوي، فلازم انضفه واتعامل معاه عشان لو قعد المشروم هو اصلا مش طازة في التلاجة يومين او 3 بيبوظ خالص، وهو غلط تستخدموه. تمام. من احسن الحاجات على فكرة ان انتوا تبقى عندكم اماكن لكل حاجة، صدقوني. بصوا القليل الجديد كان فاضل واحد خلاص. فان انتوا يبقى عندكم، هنفتح العلبة، ان انتوا يبقى عندكم اماكن لكل حاجه دي يعني عايزه اقول لكم ان انتوا بتشيل من عليكم عبء رهيب في الكركبه والحاجات اللي زي كده. ليه بقى؟ لان انت خلاص عامله كده كده كوبايه للشاي، عامله كوبايه قصدي علبه للشاي سوري، عامله علبه مثلا للبهارات بتاعتك وهكذا. فانت بتيجي مجرد ان انت بتفضي حاجتك بس. فالسيناريو بقى الاطول ان انت تحطي الحاجات في اكياسها كده، ده سيناريو مرفوض خالص. ليه؟ لان هو بيعرضك ان حاجتك تبوظ وتبقى مكركبه كده زي ما بيقولوا. لكن انت لو عندك لكل حاجه علبه فهتحطيها فيها وخلاص. فده الجري اهو، جربوه بجد لو انتوا بتحبوا طعم اللي هو ايه، مش شاي، طعم زي ورد كده بسيط، هيعجبكم قوي. عايزه اجرب منهم الشاي الاخضر، لو حد جربه يعني يكتب لي، لان بيتهيألي الشاي الاخضر بتاعه هيبقى حلو. بس انا النهارده عند فتح الله، لان انا رحت فتح الله اللي هو هنا في جنبي في سيدي جابر، لا ما عندوش اللي هو الايه الشاي الاخضر، عنده شاي اسود عادي وكده. برضو الملح انا عامله له علبه كبيره، هتشوفوها دلوقتي معايا. هو نور ده مش الماركه اللي انا بجيبها، بس خلاص جبته بقى المره دي يعني، ما لقيتش برضو الماركه اللي انا بجيبها فجبته المره دي. للاسف غطا العلبه وقع مني الدشدش. فحطيت ده، عارفين ده اللي كان جاي مع المج ده، دبدوب ده ماشي، المهم يغطيه وخلاص، لان انا اكيد ايدي هتبوظه يعني. بصوا العلبه دي كانت عندي من زمان قوي يعني. قلت مره، قلت هجرب اللي هو بتاع ده الكريمر، ومن زمان قوي بقى من قبل ما القطع كان بقى له كذا سنه يعني، ولا ما عجبنيش خالص الكريمر. فانا دي عاملاها للملح، بصوا كاتبه عليها ملح حتى.
طيب نيجي بقى للبهارات. عايزين بقى نفضي البهارات تفضيه حلوه. البهارات يعني هي نفسها ونفس كنت جايباها من عند بتاع ده، هو نفسه فتح الله، فعادي يعني ممكن تحطوهم فوق بعض، مش هيحصل مشكله، متقلقوش يعني طالما نفس المنتج يعني. دي البابريكا، وانا قلت ايه مش عارفه، دي البابريكا. هي الصراحه البابريكا ما خلصتش عندي، بس انا يعني ايه ما بستناش اما البابريكا بالذات تخلص، من الحاجات اللي انا بستخدمها كتير قوي. ده التوم برضو بودره، برضو الثوم والبصل البودرة الصراحة، وكنت بعملهم في البيت بس لا بياخدوا وقت كبير. ده بصوا ريحة الثوم فظيعة، ريحته حلوة قوي بتاع فتح الله ده يعني. بصل البودرة برضو، اصل احنا ما بنحط في الوصفات بنحط معلقة كبيرة بصل بودرة، واخدين بالكم ازاي؟ فالصراحة لا يعني بيخلص مني. كل بص حاجة، دي علب، دي كانت علب فيتامين على فكرة. كان على شكل شوكولاتة كده، هوريه لكم ان شاء الله. احط بس البصل وارجع. بصوا احنا حطينا كل حاجاتنا كده ما عدا البيكربونات، ليها علبه هجيبها دلوقتي، والجنزبيل لقيت عندي كميه كبيره فمش هفرغه. الملح ب 40، انا نسيت اقول لحضراتكم. بصوا بقى عشان تحافظوا على الجبنه هوريكم ممكن تعملوا ايه. بصوا بقى الجبن من الحاجات اللي هي للاسف بت ايه، لما بتحطوها على بعض كده بتبقى مش كويسه، يعني بتعمل زي ميه. فاحسن طريقه بقى بصوا تتعاملوا فيها مع الجبن، كل انواع الجبن والسلامي والحاجات اللي زي كده. اولا انتم ما تجيبوا الجبن بتاعتكم اهي، قصوها كده خلاص، عشان تبقى في السندوتشات تبقى يعني مناسبه. وحاولوا ما تفردوهاش فوق بعض قوي، يعني بصوا اهو. حطوا بينها اساس سندوتشات بالشكل ده، بالذات السلامي والبوست والحاجات دي بتعرق قوي على بعض، حتى لو كانت علبتك ايه. ريحته همبرجر فعلا. عارفين ريحتها ايه؟ الصوص بتاع الهمبرجر ده اسمه ايه؟ مش عارفه، بيج ماك ولا ايه؟ تبقى حلوه قوي مع سندوتشات الهمبرجر دي اهي. هي طبعا دي مش طبيعي 100% يعني، بس ماشي يعني احنا برضو ايه، في حاجات كده بنضطر نشتريها. شفتوا بقى كده عمرها ما يجرى حاجه. انا قلت لكم على الكوبايه دي ب 40 جنيه. طيب وفرغنا اللبن بتاعنا، تعالوا بقى نكمل الفيديو. بصوا المشروم بحط طاسه فيها معلقه من الزبده او السمنه او اي ماده دهنيه، والمشروم اهو انا قشرته. صلاه الحرم العصر. المهم انا قشرته وايه وبس، مجرد هحط عليه رشه فلفل اسود ورشه من السبع بهارات بقى، نجربها مع بعض واقول لكم طعمها عجبني ولا لا. وهشوحه بس مش اكتر. ممكن تحطوا كمان عليه ورق لورا اللي انتوا عاوزينه. انا هحط رشه من السبع بهارات، ريحتها حلوه قوي. طب احنا ليه مش بنحط ملح؟ لان انتوا لو حطيتوا ملح المشروم ده حاجه عامله زي السفنج بالظبط، فبيسحب الميه منه. تمام. ان شاء الله لما تيجوا بقى تعملوه في وصفه، اعملوه طبعا تقدروا تستخدموه، تقطعوه قطع صغيره بقى وتستخدموه في شوربه. لكن انا جايبه باكيت واحد. تقدروا مثلا تعملوا تستخدموه في كيكه، تقدروا تستخدموه كحشوه للبيتزا، بس كده. ممكن تعملوا بيه الفطير مع جبنه موزاريلا. انا اطمنت ان انا عندي جبنه موزاريلا معقوله، يعني مش كتير بس معقوله. ممكن الاسبوع الجاي، ما انا بقسمها ايام، يعني ده من السبت الجاي بقى ان شاء الله اجيب جبنه موزاريلا، لان في الاعياد بنستخدمها في وصفات كتير، لازانيا مش عارف ايه. تمام. بصوا انا اكتر من كده مش هعمل، لان لو سبته اكتر من كده هينزل ميه. ففي واحده اعرفها يعني حطت المشروم في الفريزر باظ، رميته زي ما هو. بس احب اقول لكم المعلومه دي برضه عشان لو حد ما يجربهاش، يعني لانها قالت لي. فهي للاسف حطيته في الفريزر وقالت لي هطلعه، طلعته من الفريزر بقى عباره عن ميه.
تعالوا نعمل حاجه حلوه. انا عندي كيك، بصوا كان من قبل رمضان ومفرزاه، فالحاجات دي الصراحه بتنفع قوي. فهنا عندي كمان شويه من الكاستر اللي هو العادي الاصفر. فهنعمل ايه؟ هم خلاص هم دول. بصوا انا يعني الحاجات اللي هي ايه ممكن ما احطلهاش سكر ويمشي، ما بحطلهاش سكر الصراحه. يعني مثلا هو الكيك هتبقى حلوه وهيبقى فيها صوص فراوله ومش عارف ايه، فخلاص يعني هنعمل حاجه حلوه قوي. بس نعمل الكاستر الاول، نرفعه على النار يعني يتعمل وارجع لكم. بصوا بواقي الكيك دي بيطلع منها حاجات كتير قوي، يعني بيطلع منها وصفات كتير جدا. فاحنا ممكن ايه يعني نعمل منها. النهارده مثلا انا احط عليها كاستر واحط عليها فراوله، ممكن تحط عليها جيلي، بتبقى حلوه جدا بالجيلي. ان شاء الله عندنا لسه بقيه كيك نبقى نعمل بيها جيلي يعني. وممكن تعملوا طبقتين زي الترايفل، يعني عارفين الترايفل؟ ما هو الترايفل عباره عن طبقات من الكيك والكاستر. ممكن كاستر اصفر وشوكولاته وابيض، اي نوع. ممكن كاستر بالفراوله اللي هو تقريبا بتاع دريم او بتاع دكتور اوتكر، مش فاكره الصراحه. المهم يعني، فهي مجمده انا احطها عادي، لان انا كده كده هحط عليها كاستر سخن، ما عنديش مشكله انا. احلى حاجه ان انتوا يبقى عندكم كيكه في البيت يعني. طيب بصوا خلاص اعملي بقى طبعا عدد الكاسات اللي انت عايزاه، دي حاجه ترجع لك يعني. انا حطيت هنا الفراوله وحطيت الكيك تحت اهو. ما شربتوش بحاجه لان هو الكاستر هيخليه طري وحلو يعني. انا مش عايزه برضو خلي بالكم ازود السعرات، انا ما حطيتش على الكاستر حاجه خالص، ولا سكر ولا اي حاجه. ممكن لو عايزه تحطي معلقه عسل ابيض مثلا، سكر دايت، مفيش مشكله يعني. ف ممكن تعكسوا تحطوا الكاستر تحت على الكيك، بس انا عايزه الفراوله هي اللي تبقى ملامسه للكيك الصراحه. بس حاجه ترجع لكم يعني عادي، رتبوه بقى يعني بالطريقه اللي انتوا شايفينها صح، رتبوه. طيب بصوا، في بقى انا عامله فراوله، عاملاها مربى. عملتها معاكم ازاي؟ بنقطع الفراوله ونحط عليها سكر دايت مكعب او اتنين، ونحط عليها شيا سيدز اللي هي السيدز بتخليها بص متماسكه، وعصير نص ليمونه شايفين. فانا هحطه كتحليه ده اهو. عشان كده انا ايه ما حطيتش اي سكر في الحكايه. فبصوا حته بس صغيره برضو، مش عايزه انا يعني مش عايزه الدنيا تبقى فيها سكر كتير. فدي ما فيهاش سكر خالص، فيها 2 سكر دايت بس. كفايه الكيكه بقى يعني حاطين كيكه اصلا. بس يعني مش بقى ساقين الكيكه سيرب وشربات ولا. انا بحاول اقلل على قد ما بقدر، مش بمنع بس بقلل يعني. اهو بصوا شكلها حلو ازاي. ممكن بقى تشيلوا الكاستر ده وتحطوا جيلي معاه فراوله، يعني تحطوا كيك وبعدين جيلي وفيه فراوله، هيبقى حلو جدا جدا. نعمله ان شاء الله، احنا عندنا كده كده كيكه. ممكن لو كيك شوكولاته تبقى حلوه جدا برضو. فاهمين قصدي ازاي؟ فدي اللي هي المربى اللي انا عملتها. بتحطوا المربى وتقطعوها الفراوله سوري، وتحطوا عليها شيا سيدز معلقه كبيره مليانه، على مثلا نقدر نقول نص كيلو فراوله، واتنين سكر دايت وعصير نص ليمونه. او ممكن ما تحطوش سكر دايت بس حطوه، يعني لو الفراوله بتاعتكم بس. يلا نشوف هنعمل ايه. طيب كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان انا بعمل حاجه اسمها اللي هو بيسموه عيش السور دو، او العيش اللي بالخميره الطبيعيه. الخميره الطبيعيه دي هي عباره عن ميه ودقيق بس، بنغذيها بنسب زي يعني اخواتنا في الصعيد كانوا بيعملوا حاجه اللي هو بيسموه العيش الشمسي، كانوا بيعملوا له نفس الكلام ده. بس هو دلوقتي طالع موضه قوي، ومعرفش العيش الشمسي نفس التكنيك ولا تكنيك تاني الصراحه معرفش يعني. بصوا شكله من جوه على فكره ده معلهوش اي نوع من انواع الخميره، ولا زيت ولا سكر ولا اي حاجه، هو ميه وملح ودقيق والخميره الطبيعيه. ان شاء الله لو انتوا حابين بقى، لان هو ده موضوع شويه محتاج ان انتوا تفهموه بشويش، لو انتوا حابين تخوضوا التجربه، يعني هتاخد منكم وقت عشان تشتغلوا فيه.
طيب فوائده ايه؟ هنبقى نتكلم عليه في الفيديو اللي فات، اللي جاي سوري، او يعني اللي هنعمل فيه بقى خبز السوردو نفسه. لكن انتوا لو عملتوا سيرش عنه هتلاقوا ناس كتير قوي بتتكلم عنه، وناس كتير قوي بتتعامل معاه، وهو ليه تكنيك معين كده، بس في النهاية هو بيريح المعدة جدا. في ميزة تانية بيقولوا ان هو مش بيرفع سكر الدم حتى لو كان دقيق ابيض. في ميزة تانية بيقولوا ان هو مش بيعمل انتفاخ في المعدة والكلام ده. هو بصوا هو عيش خفيف جدا جدا. بصوا شايفين الفراغات برضو دي ليها علاقة بطريقة العمل يعني. ان شاء الله يعني بشرح لكم بقى باستفاضة، بس هو يعني لازم يكون في فراغات كده عشان يبقى حلو وهش، وزي ما انتوا حضراتكم شايفين. طبعا انا اول ما ابتديت افهمه كده ما كنت مش متخيله ان ابدا هيطلع عيش بالشكل ده، وخد مني تجارب فشلت فيها كتير، مرتين او ثلاثه يعني، وما زلت بتعلمه. يعني احنا لسه برضو طول ما انت قاعده بتتعلمي في حاجات جديده. بس هو حلو جدا 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 ان شاء الله يعني يعجبكم. بيبقى مقرمش من بره شبه الباجيت. عارفين انتوا الباجيت شبهه، بس ده احلى. بتعمل بيه بقى عجينه بيتزا الاصليه بقى اللي هي الايطالي، اللي هي بتبقى مفرغه من جوه دي وبتتخمر 24 ساعه، فاهمه كده يعني. فان شاء الله يعني لو عجبكم ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض باذن الله، لو حابين ان احنا نفرد له بقى مجموعه فيديوهات، لان هو بياخد وقت شويه. ان شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بمعلومه. هو بيكون بالشكل ده، بتحفظوه في التلاجة عادي او تفرزوه زي ما انتوا عاوزين يعني. وبيبقى من بره ناشف ومن جوه طري وهش، وده الرغيف بيطلع كميه زي ما انتوا شايفين كده. ان شاء الله يعجبكم يعني. سلام.